شايف امانه مبسوطين وصعد ازاي؟ كده بقول لها ايه؟ اكيد بيقول لها يا بنت انت مراتي. ماما واحنا نعمل ايه لوحدنا؟ بس مش عارفه. انا جعانه. عاش قوي يا احمد، عاش قوي، عاش قوي. بس لما التكنولوجيا تبدا تتدخل في التكوين الانساني في اللحظه دي ما يبقاش اسمه ثقافه. يخرب بيتك ايه بس وقتك الناس لغت البصر من الكوكب. لمده 20 ثانيه بدون مخدرات بالماء والصابون. يا ستي ده انت كلت دماغ امي، انا لا اغسل ايدي ولا اغسل ايدي اللي جنبي. ولا يهمك يا ابني، ما انتوا اصلا التربيه وسخه. اسكندريه بالنسبه لي يعتبر زي في جسم البني ادم الدم. البحر بالنسبه لي حياتي. اللي بيكبروا في اسكندريه هم اللي عارفين معنى البحر كده بتاع اسكندريه. بص المدير ده حلو قوي. ده 300 وعشان خاطر ب 250. نعتز جدا بالناس اللي ساهموا كتير جدا عبر مراحلهم العمريه والتاريخيه ان هم يحاولوا يسعدوا جمهورهم. بشكر شكر خاص جدا للفنان الكبير والقدير الاستاذ فكري صادق. قدر الفنانين اللي ادوا وقدموا حياتهم كلها عشان من اجل اسعاد الفنانين، اسعاد الجمهور. فنهم متاثر جواهم، قيمهم الفنيه متاصله جواهم، فبيحاولوا انهم يقدموا رساله للجمهور ان احنا قدمنا. اكتر شيء بيبقى مؤلم ان الفنان يقدم كل العطاء وما نقولوش شكرا، رغم ان كلمه شكرا دي كلمه سهله جدا على فكره. شكرا لاي انسان قدم فن وحب الفن وعشق الفن، اي انسان قدم ادوار كبيره ادوار صغيره، صنع البسمه على وجوه الجمهور. اتشرفت طبعا بالاستاذ صفوت وبالنجوم الكبار، اتشرفت بيكم وانا في سهره ممتعه بصراحه. الافلام مبهره جدا. طبعا تحيه للاستاذ فكري، استاذي وحبيبي وصديقي وعشره من ايام فوازير رمضان. اتقابلنا يعني احنا عواجيز مش صغيرين. اسما وفنا وتاريخا عم فكري صادق، واراءه طول عمرها صادقه بغض النظر عن بتسبب له بعض المشاكل، بس هو صادق في ارائه. بقول له يا عم فكري ان انا عمي حبيب عمري استاذ رضا. والله يا جماعه يعني انا ببقى سعيد جدا لما بعمل اي تجربه فنيه سواء سينمائيه او مسرحيه او اذاعيه او تلفزيونيه مع شاب. يعني لازم اقف جنبه، فانا بهنيه طبعا كبدايه، وان شاء الله اللي جاي احسن. واحنا لازم نقف مع الشباب. الشخصيه عجبتني جدا، ده انسان عنده انفصام في الشخصيه، متمرد غير راضي عن الحياه اللي هو عايشها. وده قال لهم انا جاي واخد جلسات كرامي عن خارج من مستشفى الامراض العقليه. فالشخصيه جميله جدا جدا. اختياره لحكايه الخنازير مكروه. اختياره اللي انا قلت لكريم اشمعنى خنازير؟ قال لي ان دي محرمه ومكروهه. فالحمد لله. فالمهرجانات زي اللي اتعملت زي المهرجان اللي عامله الاستاذ صفوت الرائع، هو الفن الحياه يا اخوانا صدقوني. وفي فيلم هايل اللي شافه، فيلم ادم حلو قوي هايل وفاهم الفيلم ده. نجوم الفيلم هنا. لا انا احييكم على فيلم ادم. احنا بنهدي آرائكم الجميلة وإعجابكم بالفيلم إلى روح الفنانة الراحلة سحر كامل لأنها أحد المشاركين. بشكرك إن أنت موجود النهارده واحترامك لحضور الندوة، ده شيء عظيم جدا، وأكيد أي حد مبسوط بتواجد حضرتك وبراعة كريم. إحنا بنتكلم في لوكيشن ضيق. زنق نفسه. مش يعني إحنا بنقول واحد ده شغال في وان لوكيشن. ده مش وان، ده ميني تو نايت لوكيشن.
جدا وسعداء جدا بيكم، بس اسمحوا لي نضم اسره فيلم ادم. اتفضلوا. طبعا احنا بنذكر مخرجه الفيلم، المخرجه نيرمين ادوارد على الدور الجميل والتجسيد الرائع اللي قدمته لهذا الفيلم. الفيلم ببساطه بيتكلم عن قبول الاخر، مش عشان في حد مختلف عننا ده معناه ان احنا هنخليه بعيد. يعني بنشوف في الاول الشباب بيتكلموا ان هم عايزين ينزلوا يلعبوا كوره من غير ما ينكلودهم في الموضوع، يعني خالص عشان هو عنده مشكله، فمن غير ما هم يدخلوه في الموضوع. فلما حد لقى ان هو متضايق من حاجه زي كده فقال له خلاص انا هعدي عليك ونروح سوا. ده بيدي ان يعني هم محتاجين في الاول ان هم يطلبوا يقولوا احنا عايزين نلعب، زي ما هو قال انا نفسي العب كوره. برضه ان الناس تديله فرصه لازم يلعب، احنا مش لازم نخليهم يلعبوا في مكان لوحدهم او حته لوحدهم، لكن احنا بندخلهم وسطنا وسط المجتمع ان احنا كلنا نعرف نشارك. طبعا انا بشكر الاستاذ رضا شوقي جدا، المخرج القدير، الانسان الراقي جدا، المشجع لكل الفن والابداع وايمانه الكامل بقيمه الفن والسينما. بشكر الفنان الكبير والجميل والمبدع الاستاذ فكري صادق على كل ما قدمه عبر الشاشه وما يقدمه للشباب اللي عارفين بالجميل. يعني دايما يكون عندنا انتماء للاساتذه المعلمين، حتى يقول لك كاد المعلم، كاد يعني بينه وبين هو يكون رسول، كلمه كاد ان يكون رسولا، بالقمثاله بتاعت المهرجان المصري الامريكي. دايما اقول ايه؟ احنا لازم نرسخ قيم الانتماء والوفاء، وشكرا للمبدعين. شكرا كلمه شكرا لكل فنان اعطى، لازم نقول له شكرا.